المصريه. هو فعلا انا دايما بشبه الام، بالنسبه لي الام مصر هي الامي، وانا بقول اي خلل واي انحراف عن المطلوب بيبقى نتيجه مرض ما، سميه زي ما تسميه. يبقى دلوقتي هنشبه الام المصريه للام الكبيره بانها مريضه ببعض، خلينا نعترف بالفيروسات، الفيروسات ما بنشوفهاش ولكن موجوده، دلوقتي الانفلونزا موجوده لكن انا بشوفها، لكن هي بتجيني. يبقى الفيروسات عارفاني. من ضمن الفيروسات اللي انا دايما بشخصها في الشخصيه المصريه دلوقتي نمره واحد فيروس الحساسيه. اول مره بنسمع عنه، لا استنى عندك، وانت بتسمع خبر وحش بتقول لك انا دمي فاير، لما حد يقول لك ده عكرني ده عصبني، في فيروس حساسيه دلوقتي. والدليل ان ممكن دلوقتي واحد يبقى طالع في نفس العماره وراكب نفس الاسانسير وخارج من الجامع، هم اتنين خارجين من المسجد وما يكلموش بعض في الاسانسير، بيتحسسوا. يبقى ده فيروس الحساسيه خلانا نتحسس من بعض، خلانا نتلكك لبعض. جميل قوي المعنى اللي حضرتك بتقوله ده، خلاني ما افرحش ليك اما انت تنجحي من بعض. وانت ما تنجحي وغيرك ينجح، معناها ان انا خلاص هنضر. ما تنجحي، انجح وهو ينجح وكلهم ينجح. في النهايه نجاح فرد واحد في المجتمع مش نجاح، ولكن نجاح الفريق كلنا هنستفيد. وده اللي مأخر العالم الثالث، ان كل واحد عايز ينجح لوحده. ولكن الدول المتقدمه واحنا اصلا في الاول كنا بنساعد بعضنا وبنبني مع بعض، عشان كده كان لنا تاريخ جميل جدا من الارث الحضاري.